لماذا ينصح الصينيون الجميع بإضافة البرتقال إلى القهوة؟ إذا شربت البرتقال مع القهوة لمدة 7 أيام، اكتشف ما سيحدث لجسمك. شاهد حتى النهاية واستعد للحصول على هدية مذهلة. لماذا يجب خلط زيت الزيتون مع عصير البرتقال؟ علمني طبيب هذا الأمر وأنا سأعلمك إياه. لقد أضفت البرتقال إلى قهوتي ولم أصدق ما حدث بعد ذلك. قد يبدو الأمر بسيطا، أليس كذلك؟ لكن بمجرد أن تعرف فائدته ستفاجأ. اليوم سأعلمك كيفية إعداد هذه الحيلة المنزلية، وسوف تشكرني. العديد من الأشخاص انبهروا بالنتائج الرائعة التي حصلوا عليها، ولهذا السبب سنشاركها معك اليوم. لذا شاهد هذا الفيديو حتى النهاية. فيديوهاتنا تصل فقط للأشخاص الذين يتفاعلون مع صفحتنا، لذا استغلوا هذه اللحظة الخاصة. اكتب كلمة قهوة لكي أرسل لك تحية في الفيديو القادم. القهوة مكون لدينا دائما في المنزل، لأننا نحب أن نشرب على الأقل فنجانا من القهوة في الصباح. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو الفائدة العلاجية للقهوة الممزوجة بالبرتقال، لأن الفوائد التي سنحصل عليها من دمج المكونين مذهلة. وسأخبرك بما يحدث عند شرب القهوة مع البرتقال لمدة 7 أيام. أولا، لا شيء أكثر فعالية من البرتقال مع القهوة المرة لخفض الكوليسترول، حيث يوجد الكوليسترول في معظم أجسامنا، وتحديدا في جهازنا العصبي والقدمين والعضلات والكبد والأمعاء والقلب. ومع ذلك ليس سرا أن العديد من الأشخاص بسبب النظام الغذائي السيء ينتهي بهم الأمر بزيادة مستويات الكوليسترول الضار، مثل استخدام نظام غذائي غني بالأطعمة المقلية والحلويات والدهون وغيرها. ولهذا السبب اليوم سأعلمك كيفية مكافحة الكوليسترول الضار. لكن قبل أن نبدأ في تنفيذ هذه الوصفة، لدي سؤال بسيط وسريع. كم عدد أكواب القهوة التي تشربها يوميا؟ أعترف أنني أتناول على الأقل 3، وأنت؟ إذن لنبدأ. إنها وصفة بسيطة جدا ستقول وداعا للكوليسترول إلى الأبد. انتبه، أحضر قلما وورقة أو افتح الملاحظات على هاتفك المحمول ودون كل شيء. المكونات: برتقالة ليست خضراء جدا ولا صفراء جدا، ويفضل ألا تكون لينة جدا، ونصف كوب من القهوة. طريقة التحضير: في آلة صنع القهوة، أعد القهوة والماء لتحضير فنجان من القهوة بالطريقة التقليدية. تذكر أنه لم يضف السكر في ذلك اليوم. بمجرد أن تكون قهوتك جاهزة، قم بتصفية القهوة. ضع نصف كوب من القهوة على مكتبك. بعد ذلك اعصر نصف برتقالة جيدا في فنجانك. يجب تناول الخليط كما هو مرا. ولكن يا دكتور، لست معتادا على ذلك. حسنا، في البداية يكون الطعم سيئا. إذا لم تكن لديك هذه العادة فقد لا يكون الطعم جيدا جدا، لكنني أضمن لك أن النتائج مذهلة. اشرب هذا المشروب لمدة 7 أيام، وفي كل مرة تشعر بالرغبة في ذلك لا تنسى دائما السعي إلى نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتك. الآن سأشرح لك لماذا يجب عليك خلط البرتقال مع زيت الزيتون. هل سمعت من قبل عن هذه الوصفة؟ لماذا يجب خلط البرتقال مع زيت الزيتون؟ يساعد عصير البرتقال الممزوج بزيت الزيتون على تطهير الكبد مرة واحدة وللأبد، الكلي، ويساعد على إزالة الدهون والحصى الموجودة في هذين العضوين. للقيام بذلك سنحتاج إلى عصير نصف برتقالة ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وللتحضير: في وعاء اعصر نصف برتقالة، ثم أضف ملعقة من زيت الزيتون. امزج جيدا ويمكنك تناوله الآن. يمكنك تناول هذا المزيج مرة واحدة في اليوم لمدة 7 أيام، ثم خذ استراحة لمدة 15 يوما قبل أن تتمكن من تكراره. باستخدام هاتين الوصفتين ستذهلك النتائج التي يمكنك تحقيقها، لأنها طبيعية تماما واقتصادية جدا. أي من هاتين الوصفتين تفضل؟ هذه الوصفة البسيطة ساعدت الآلاف من العائلات. الآن جاء دورك. إذا كانت هذه الوصفة مفيدة لك فقم بمشاركتها مع أصدقائك. أخبرني من أي مدينة تشاهد الفيديو كي أرسل لك تحية في الفيديو القادم. تحية اليوم موجهة إلى أبو عصام من فرنسا، أم صالح من السعودية. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.